عند العطار هتلاقي بقدونس ناشف، هتحط شويه، تحط شويه نعناع، تمام، وتقلبي بقى الكلام ده. بصي انا عماله ايه احرك واشم الريحه، ايه الريحه خطيره، هيجيبوا لك الجيران من سابع حته. شويه كزبره، شويه كمون طبعا، بس هي دي التوابل بتاعتك. هتخلطي بقى، تجيبي معلقتين 3 صلصه، توسعي كده وتنزلي بمعلقتين 3 صلصه، تقلبيهم الاول، تطيري الماده الحافظه اللي في الصلصه، وتكوني بقى على كميه الرز هتحطي ايه صلصه بزياده شويه. يعني انا هحط كيلو ونص رز، عملت ايه 2 كيلو طماطم، تمام، شلت منهم واحدتين حطيتهم ايه في الفراخ، وواحده هحطها في الملوخيه وهوريكم. اهم حاجه الصلصه تتسبك لحد ما يطلع منها الزيت كده وما يبقاش فيها نقطه ميه. تغسلي الرز وتكوني خلاص هتطفي على بصي الحله لسه سخنه، طفيتي على الصلصه، تروحي مقلباها ومغطياها وسايباها. ما تحطيش الخضره بقى دلوقتي. الخضره بقى بصي، حبه الخضره دول ب 20 جنيه، طبعا عارفين كلكم سعر الخضره دلوقتي. شويه بابريكا، شويه ملح، شويه توابل مني او 7 بهارات، وشويه بقى ايه خلطه محشي. تمسكي الخلطه دي تدعكيها جامد قوي 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 مع البصلايه. حته البصلايه النيه دي هتخليكي تاكلي حبه محشي حكايه، ولا اجدع محل. وتقلبي بقى كله بعد ما الرز برد شويه عشان ما تدبلش معاكي الخضره ويغمق لونها. بصي الخلطه تتاكل حاف والله. البتنجان والكوسه لما تقوريهم لازم تحطيهم في ميه بملح عشان ما يبقوش ايه مجلده معاكي. بصي الفراخ بعد ساعتين